السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض حلوى الجيلي او الجيلي كاندي في البيت. حاجات اطفال بيحبوها وكمان هتفرحوا بيها جدا، وكمان ممكن كمان يعملوها معاكم، والوانها كتير والوانها جميلة، وكمان طعمها تحفة. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بتلات مكونات بس هنعمل الحلويات ديت. شايفين فيها مطة زي اللي انتوا بتشتروها من بره، جميلة جدا. وهنعرف كمان الباكو الجيلي الواحد هيطلع لنا قد ايه من الحلويات ديت، هيطلع لنا كمية وفيرة كويسة منها. شايفين ممكن تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه. بس قبل ده كله هنعرف كمان ان هنحطها في قوالب السيليكون، وممكن ايه كمان بدايل القوالب السيليكون لو ما عندكوش. هنا انا عندي قالب سيليكون بيتمسح مسحة زيت بسيطة خالص، علشان ايه ما نيجي نطلع الحلويات منه يبقى سهل ان هي تطلع معانا كويس. ممكن القالب ده تحطيه في صينية، وممكن تسيبيه كده زي ما هو لو هتعرفي تشيليه وتحطيه في التلاجة بعد ما تصبي فيه الخليط بتاعك. هنا معانا الطعم الجيلي ده طعم ليمون. هيحتاج قد ايه بقى باكو الجيلي؟ هيحتاج باكو الجيلي، انا معايا دلوقتي باكو الجيلي ليمون. انا هعمل اطعمه كتير، هعمل ليمون ومانجا وفراوله. بيحتاج قد ايه باكو الجيلي؟ بيحتاج نص كوبايه ميه، عليها معلقه سكر واحده، عليها باكو الجيلي، عليها 3 معالق صغيره من الجيلاتين. هنقلب ده كله مع بعضه ونرفعه على النار لغايه ما المكونات دي كلها تتجانس وتسيح مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، طبعا مع التقليب المستمر لغايه ما كل المكونات تغلي وتغلي، يعني تبدأ انها تغلي، يعني تبدأ بس انها تغلي والمكونات تسيح مع بعضها خالص، السكر والجيلاتين والجيلي. هنبدأ بقى نصب في القالب بتاعنا اللي احنا دهنينه زيت كويس، ونقلب من الوقت للتاني كده علشان الريم اللي بيتكون على الوش دوت. هنصب كده، ممكن ان احنا نصب بالمعلقه زي ما احنا بنصب كده، وممكن ان احنا نجيب سرنجه لسه طالعه من الكيس بتاعها، وان احنا نبدأ ان احنا نفضي بيها في القوالب بتاعتنا او عيون القوالب بتاعتنا ديت. هنا انا خلصت الكمية كلها، طبعا ما تعمليهاش على الاخر قوي عشان ما تقعش منك. وزي ما قلت لكم ممكن نحط القالب بحاله في صينيه عشان اقدر ان انا اشيله او اتحكم فيه، او لو هتعرفي تشيليه كده من غير حاجه زي ما انا عملت عادي ممكن تشيليه وتحطيه كده في التلاجة. عندك علب من ديت، عندك اي علب ممكن تدهنيها برضو، تمسحيها مسحه زيت برضو زي ما انت مسحتي قالب السيليكون كده، وتحطي فيه الكميه اللي باقيه معاكي. لان انا ما كانش عندي غير قالب السيليكون ده بس واحد، فانا اتصرفت وحطيت في حاجه تانية. فمش ضروري يكون عندك قالب سيليكون بالمخصوص عشان تعملي الحاجات دي. هنا شايفين هي بس القالب السيليكون بيديكي شكل للكاندي بتاعتك بس. شايفين بتخرج بسهوله ازاي. اهي خرجت معانا بسهوله اهيت، شكلها تحفه، والزيت كمان مديها لمعه. وطبعا الزيت ما يكونش ليه ريحه، الزيت اللي بتدهنوا بيه طبعا ما يكونش ليه ريحه عشان ما يغطيش او ما يبوظش طعم الحلويات بتاعتنا، بيطلعها بسهوله. مره كنت انا عملتها من غير ما ادهن القالب، وكان القالب ده سيليكون برضو، عملتها ودهنته من غير ما ادهنه زيت. طبعا هي طلعت معايا، بس طبعا كانت بتتبهدل وهي بتطلع، ملهاش اللمعه اللي انتوا شايفينها ديت، كانت بتبقى مطفيه كده. هي برضو نفس الطريقة والطعم واحد، بس بتفرق في الشكل شوية. هنا بقى هنفضي القالب بتاعنا، شايفين نزل بسهولة جدا جدا جدا، ما تعبناش في اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هنقطعه برضو، ممكن تقطعيه اشكال اللي انت عايزاها، ممكن تقطعيها مطول، تقطعيها بالطول زي ما انا قطعتها كده، ممكن تقطعيها مكعبات عادي.
الشكل اللي يريحك. بس اهم حاجة شايفين المطة اللي فيها، الاولاد هيفرحوا بيها جدا وهيفرحوا بالالوان اللي فيها دي جدا وهيحبوها. طيب القالب بعد ما بصبه واحطه في التلاجة بيقعد قد ايه؟ بيقعد من ربع ساعة لتلت ساعة، يعني ما بيغيبش خالص. يعني عبال مثلا ما انا اعمله، انا كنت بعمله واحطه ربع ساعة او تلت ساعة في التلاجة، وبعدين اطلعه افضي اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده، بيتفضى في طبق او تفضى في علبة محكمة. وبعدين ان اعمل طعم تاني زي ما انتوا شايفين كده، طعم المانجا، واصبه في القالب تاني برضو. لازم امسحه برضو بمسحة زيت بسيطة خالص خالص خالص، وبعدين اصب فيه ايه الجيلي بتاعي نفس الكلام، بس ده طعم تاني، طعم مانجا. وكده خلاص خلصنا الكمية، برضو هنحطها في التلاجة. طيب مثلا الباكوج اللي هيعملي قد ايه كمية من الحلويات دي او من الكاندي ديت؟ هيعمل في حدود ربع كيلو من الحلويات دي او من الكاندي ديت، يعني كمية كويسة جدا وكمية وفيرة وكويسة للأطفال. شايفين طلعت بسهولة ازاي، وليها شكل جميل اهيت، وكمان شكلها بيلمع. هنا بقى ده طعم الفراولة. اكتبولي بقى في الكومنتات انتوا بتحبوا انهي طعم فيهم، او الاطفالكم بيحبوا انهي طعم فيهم. الفراولة برضو جميلة جدا. هنا برضو هنقطع القالب ده برضو بالشكل ده برضو كده. سهلة جدا وبتعمل في البيت، سهلة جدا ومكوناتها سهلة جدا جدا جدا، مفيهاش اي حاجة، وحاجات بتفرح اطفالنا ونعملها في البيت بنظافة. لو وصلتوا لهنا، لو وصلتوا للفيديو لغاية هنا، اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. هنا خلصنا الكمية بقى بتاعتنا زي ما انتم شايفين، الوان مبهجة وطعمها جميل جدا. هنا بقى هرش عليها حبة سكر كده صغننين، على اساس ان هي زي اللي بتتباع بره بالظبط، بيبقى عليها سكر سنترفيش كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.